السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل والهنا والسعادة على قلوبكم جميعا يا رب. فيديو جديد وروتين جديد. لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش اللايك والاشتراك ويكملوا معايا الفيديو للآخر، إن شاء الله بإذن الله هتطلعوا بمعلومة أو بحاجة تعجبكم. بدأت يوم كده، حضرت فطار، وبصراحة بما إن يعني كان الحاج صاحب البيت هيفطر معايا فلازم أحضر فطار بقى، بيض وجبنة كده، لكن لو أنا لوحدي بس انتوا عارفين هو السندوتش وخلاص على كده. فدخلت كده على غرفة النوم، كنت محتاجة اغير الملاية وما كنتش بصراحة عملت تنظيفة لغرفة النوم كويسة. انا جيت بس كنت مهتمة ان انا اغير الملاية واشفط بالمكنسة كده. فشلت الملاية وحطيت كده دورة غسيل، وقلت لا اشيل بقى السجاد وابدا ان انا امسح الارض كده والمع الازاز والخشب، لان بصراحة الارض كانت مليانة عندي تراب بطريقة فظيعة يعني. فخلصت كده مسحت الارض وبدات المع بالشرشوبة كده، حطيت عليها معطر وكنت فرشت السرير، وقلت بقى ابدا في التلميع للخشب والازاز. وبصراحه اصلا يعني 3 فوط من الفوط اللي عندي دي متبهدله بقى تراب وبقع وكده. فالحمد لله كنت نظفتها وكانت الغرفه بتلمع تماما. خلصت كده بقى وقلت اطلع اشوف المعركه اللي عندي النهارده. قررت اخيرا ان انا اعمل محشي كرنب في البيت، ودي يعتبر اول مره اعمله من ساعه ما اتجوزت، بقالي 3 سنين اهو. لان انا ما بحبش محشي الكرنب، ولكن خلاص بقى الحاج صاحب البيت بيحبه وكان نفسه فيه وكده. فكل مره بصراحه كنا بناكله عند ماما تعمل لي حله كده واخدها معايا اسويها في البيت. فقررت ان انا اعملها طبعا بمساعده جارتي يعني. جبتها كده فسلقت لي الكرنبه كده وقطعتها لي. وانا بقى بجد بدات اجهز للخلطه وكده. كان عندي شويه رز باقيين من اخر مره عملت فيها محشي فجبتهم. انا بسيب الخلطه تهدى شويه وبعد كده احط الخضره عشان ما احسش ان هي اتلسعت او ريحتها بتبدا تروح، مش زي ما بحط الخضره كده لما بتبدا تنشف. جهزت الدنيا كده وحطيت العروق بتاعه الخضره، وانا بغطي المحشي بالورقه دي، وبعد كده بحط طبق تقيل فوقيها علشان خاطر ما يفكش وكده. بعمل كده في ورق العنب وفي محشي الكرنب. بعد ما غطيته كده افتكرت وقلت انا ليه غطيته، وانا لسه في تركايه كده هوريها لكم بعملها. المحشي الكرنب حرفيا بتوديه في حته تانية خالص. المهم غطيتها كده وعملت بقى كوبايه نسكافيه، لان الصراحه البرد مخلي دماغي هتتفرتك من الصداع. وخدت شوكولاتايه معاها كده، وكنت عايزه اشغل بنوتي. فبصراحه ما لقيتش حاجه اشغلها فيها احسن من ان انا اقطع لها طبق فاكهه كده واحط لها الشواك دي. هي مغرمه بالقطط يعني، فالقطط والكلاب بس هي بتحب القطط قوي. فقلت احطهم لها كده وهي سيبها تفضل يعني تاكل وتلعب بيهم كده. جهزت لها الطبق ده وقلت بقى اشوف انا هعمل ايه. كنت طالبه فرخه كده، قلت اجيب فرخه بلدي لان بصراحه يعني ما بحبش الفراخ اللي هي البيضه دي. تقريبا من ساعه ما حملت ما بحبش اكلها خالص وحتى لحد دلوقتي يعني. فجهزت لها كده محلول النقع، معلقه سكر ومعلقه ملح وليمونه وميه، وسبتها فيها نص ساعه. وبدات كده احط الشوربه. حطيت ميه وحطيت فيها البهارات اللي انا قلت لكم بجيبها من عند العطار، بيبقى فيها حبهان وروزماري وزعتر وكل اللي انتوا تتخيلوه. فبدات كده قطعت خضار، طماطمايه وفلفل وفلفل الوان وبصلايه. وهنا التركيه اللي انا بقول لكم عليها للمحشي، معلقه سمنه بقى كبيره وفصين توم كده. يعني اول ما بيبداوا يصفروا بنزل عليهم بشويه كزبره ناشفه ومعلقتين صلصه. انتوا شايفين اصلا ما شاء الله كميه السمنه قد ايه. ده يعني الشويه دول كده بيخلوا المحشي في حته تانية. كنت مستنيه بس ان الفرخه تعمل شوربه علشان خاطر احطها على المحشي. فهنا كده بوريلكم. عايزه اقول لكم دي بقى حرفيا والله بتخلي طعم المحشي في حتة تانية خالص وريحته كمان. يعني ماما بتعملها على طول، بس ماما بقى بتحط صلصة لان ماما بتسبك مش بتعمل المحشي ني في ني زي كده. انا زي ما قلت لكم، ماما حطيت الورد الاخضر وحطيت طبق تقيل شوية، وكانت الفرخة دابت ما شاء الله مش اتسلقت، فحطيتها في الاير فراير. وماما جابت لي ملوخيه ناشفه كده فقالت لي اعمليها ايه هي افضل من الفروزن. فقلت اجربها بصراحه ما كنتش عارفه اعملها ازاي. قالت لي بس حط عليها معلقه شوربه سخنه كده وسيبيها في الطبق شويه وبعد كده ابداي اعمليها عادي يعني. فحطيت هنا كده الشوربه وحطيت عليها شويه كمون بس. وكانت الفرخه يعني بتتحمر وكده، فقلت لا اسيبها تتحمر شويه كمان. هنا كده كان الاكل اتعمل اللهم بارك.
ريحة المحشي في حتة تانية، والله في حتة تانية. والملوخية ما شاء الله طعمها جميل قوي، احسن فعلا من الفروزن. لان انا بقى مش من الناس اللي هي ليها خلق ان انا اجيب الملوخية وارطفها واقعد اعملها وكده، فكنت بستسهل بصراحة الفروزن، ولكن حسيت دي صحية اكتر. فما شاء الله قطعت طماطم وبصل وفلفل كده، وحطيت عليهم تومة كده وشوية خل وليمون وكزبرة. خلصنا كده غدا، وكنت طلبت بقى علاج من الصيدلية لان بصراحة البرد مبهدلنا، وبنوتي كانت درجة حرارتها بتعلى من البرد برضو، فجبت لها خافض حرارة كده. وبصراحة الصلاة كانت محتاجة لملمة بس، ما كانتش محتاجة اكتر من كده. هي نظيفة وكل حاجة نظيفة، فقلت اشغل المكنسة كده ولملمت الالعاب والحاجة اللي كانت في الارض. شغلت المكنسة كده واديت تلميعة خفيفة للإزاز والخشب، الحاجات اللي هي بتبصم عليها كده. والحمد لله خلاص بقى احنا قربنا نعمل تغييرات في الريسبشن كله. بس بقى يعني ان شاء الله باذن الله خلاص كلمت الدراي كلين وهيجوا ياخدوا الحاجه اللي عندي كلها بقى، البطانيه واللحاف والكفرات والسجاد وكل الحاجات دي. فان شاء الله باذن الله بس تتغسل وابدا اعمل تنظيفاتي على طول، لان انا حسيت ان الجو بدا يبرد، او مش عارفه ده احساس البرد اللي عندي ولا ايه. فخلصت الريسبشن كده بصراحه، دخلت نمت يعني البرد كان يعني هدد جسمي خالص، والصداع كان مسيطر عليا قوي. صحيت كده، كان طبعا المطبخ كنت بغسل يعني ايدي كانت في المواعين وانا بعمل الاكل، ولكن طبعا الاطباق اللي كنا فيها، فقلت اعمل كده كوبايتين شاي، لان بصراحه زي ما بقول لكم الصداع كان مسيطر قوي. عملت كوبايه الشاي كده، وبدات بقى ان انا انضف المطبخ. لمعت الرخامة وخلصت الحاجة اللي عليه، والفوط كده حطيتها في مية سخنة بتغلي، وحطيت عليها مسحوق غسيل، وسبتها كده تتنقع لها حبة حلوين. انا كده كنت بوريكم ان انا لمعت كل حاجة على الرخامة، ولمعت الرخامة وغسلت البوتاجاز نفسه. ولكن الارض بقى كانت محتاجة ان هي تتنضف، لان كان فيه بصراحة فتافيت كتيرة قوي على السجادة انا واقفة، فكنت حاسة بيها قوي. اديت كنسة كده وبدأت ألمع بيه الموب. انا عايزه اقول لكم هو بينظف، بس انا بحس ده تقيل قوي، فان شاء الله باذن الله اجيب واحد تاني يكون اخف شويه. انا عامه يعني بقيت اعتمد الشرشوبه وبحبها بصراحه، بس بعتمد عليها في التلميع. الموب بيدي تلميع احسن طبعا 100 مره. هنا كده كنت غسلت الفوط وكنت بس عايزة انشرها. فهنا كده بوريكم ان خلاص المطبخ كان اللهم بارك ضن كل حاجة فيه اتنضفت وكان زي الفل. فقلت بس ارش شوية معطر كده علشان خاطر ريحة الاكل اللي فيه دي تختفي، واشغل الشفاط. كان نفسي بقى في حاجات حلوة كده فطلبتها. وبكده يكون روتين اليوم انتهى، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامة.